اول حاجه هنشوفها مع بعض هنا فاول على لاعب الاهلي. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود والفاول سليم. نروح للحاله اللي بعديها، هنا فاول لصالح الاهلي. هنشوف مع بعض هتلاقي فيه تدخل بقوه في قدم لاعبي النادي الاهلي، وطبعا هنا الالتحام موجود والفاول سليم والانذار كمان مستحق. نروح للحاله اللي بعديها، هنا فاول على لعيب الاهلي. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود والفاول سليم. نروح للحلقه اللي بعديها وهو الهدف اللي اتلغى للنادي الاهلي. وقبل ما نحلل الهدف دوت، ما تنساش تعمل لايك علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد، وعلشان الناس تشوف قد ايه في فضايح تحكيميه بتظهر في مباريات النادي الاهلي. الحلقه دي مهمه جدا وهو الهدف اللي اتلغى للنادي الاهلي. نشوف مع بعض اول حاجه، هنا لعيب الاهلي طبعا في وضع تسلل، بس عشان الهدف ده يتلغي بدايه التسلل لازم اللاعب ده يشترك في الكوره. يشترك في الكوره ازاي؟ ان الكوره تلمسه او هو يلمس الكوره متعمد، او يشترك مع المدافع ويمنعه ان هو ياخد الكوره، او يعمل اي اشتراك مع حارس المرمى. طب نشوف كل الكلام ده حصل ولا لا. ادي اللقطه اللي حكم الفار جابها لحكم الساحه. اول حاجه اللقطه ديت تبين جدا ان لعيب النادي الاهلي ولا اشترك مع المدافع ولا حارس المرمى ولا كمان لمس الكوره، زي ما احنا شايفين مع بعض. هنا اتجاه الكوره رايح للعيب فاركو مش للعيب النادي الاهلي، يعني هنا مفيش اي تداخل. اولا بقى ان كمان الزاويه دي ما تبينش للحكم 100% الكرة جايه ولا لا. كان المفروض الحكم يطلب زاويه ثانيه اللي انا هجيبها لك دلوقتي. بص الزاويه دي اقرب بكتير من اللي انا كنت جايبها الاولانيه ومن حكم الفار جابها. هل الكرة هنا هو جت في لعيب فاركو ولا لا؟ نشوف مع بعض كده. هتلاقي برضو الكرة اتجاهها رايح للعيب فاركو. يعني هنا بقى لو الكرة غيرت اتجاهها يبقى جت في لعيب فاركو وغيرت اتجاهها، ولو غيرت اتجاهها من الهواء فلعيب النادي الاهلي ما لمس الكرة وما لمس لعيب فاركو وما عملش اي اشتراك في اللعبه ديت. وطبعا هنا قرار ان الهدف ده يتلغي قرار يعتبر فضيحه 100%. نروح للحاله اللي بعديها، وهنا هتلاقي لعيب فاركو داخل بقوه مع لعيب النادي الاهلي ودايس برجليه على وش رجل لعيب النادي الاهلي. وطبعا لعبه زي دي الطبيعي ان يتحسب فيها فاول وانذار على لعيب فاركو، لكن الاغرب هنا بقى ان الحكم ما حسبش اي حاجه في اللعبه ديت. نروح للحلقه اللي بعديها، وهنا فاول على لاعب فاركو. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي في تدخل بقوه في التحام بالقدم مع لعيب النادي الاهلي، وهنا الحكم اداله انذار، وطبعا هنا قرار الحكم قرار سليم. نروح للحلقه اللي بعديها، هنا هتلاقي لعيب فاركو عامل التحام بالقدم مع لعيب النادي الاهلي زي ما احنا شايفين مع بعض. طبعا هنا الاتحام موجود، لكن الاغرب بقى ان الحكم ما حسبش اي حاجه في اللعبه ديت. نروح للحلقه اللي بعديها، وهنا فاول على لاعب الاهلي. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد وبيشد لعيب فاركو. طبعا هنا استخدام اليد موجود والفاول سليم والانذار كمان مستحق. نروح للحلقه اللي بعديها، وهنا فاول لصالح الاهلي. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم من لعيب فاركو على قدم لعيب النادي الاهلي، وطبعا هنا الفاول سليم زي ما احنا شايفين مع بعض والالتحام موجود. نروح للحلقه اللي بعديها، وهنا كان لاعب الاهلي بيطلب بضربه جزاء. نشوف مع بعض هل في التحام بالقدم ولا لا. زي ما احنا شايفين مع بعض طبعا هنا في التحام، لكن مش هو ده الالتحام اللي يستاهل فيه ضربه جزاء. طبعا هنا قرار الحكم ان مفيش ضربه جزاء قرار سليم. ولو انت شايف حاجه غير كده اكتب لي في التعليقات وقول لي هل اللقطه دي تستاهل ضربه جزاء ولا لا. نروح للحلقه اللي بعديها، وهي ضربه الجزاء اللي اتحسبت للنادي الاهلي. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود وضربه الجزاء سليمه زي ما احنا شايفين مع بعض. ادي هنا هو لعيب فاركو ما لعبش على الكوره ولعب على قدم لعيب النادي الاهلي، وطبعا هنا قرار الحكم ان ضربه الجزاء قرار سليم، وكمان اكد على قراره قرار الفار. لو عجبك الفيديو وعجبك التحليل اعمل لايك علشان يوصل لاكبر عدد من الاهلاويه.